صباح الخير لو بتشوف الحلقة دي بالليل، مساء الخير لو تشوفها قبل ما تنام، تصبح على خير. أهلا بيك في حلقة جديدة من سينمانيست. حلقة رد فعل بعد أول حلقتين من الجزء الثاني من مسلسل الكوميدي جدا العائلي جدا موضوع عائلي. بنبدأ الموسم الثاني من موضوع عائلي وبنشوف عيلة إبراهيم حياتها حصل فيها إيه من بعد الجزء الأول. بنشوف علاقة حسن وسارة اللي اتطورت، بنشوف إبراهيم اللي بنكتشف اللي عنده أزمة صحية، وبنشوف زينب وجوزها رمضان حريقة اللي بالنسبة لي من أتقل الناس وأكتر الناس اللي بحبها جدا في المسلسل ده، وهنتكلم عنه كتير قوي. بص ببساطة كده المسلسل ده حلو، يعني مسلسل كوميدي وفيه ماجد الكدواني من اخراج احمد الجندي وتاليفه برضه، فاكيد المسلسل ده كده كوميدي ومسلسل حلو جدا وانت هتبقى تتفرج عليه ومتاكد انك هتضحك. مش الضحك اللي هو بيبقى مزقوق او فيه افيهات مش قد كده اللي احنا كلنا بنحاول نرمي افيهات ويمكن واحد ولا اتنين فيهم يجيب ضحك. لا، مسلسل افيهاته كلها حلوه لدرجه انك مبتبقاش عارف تفرق الافيهات اللي مكتوبه والافيهات اللي الممثلين ارتجلوها من كتر ما الموضوع فيه تلقائيه وعفويه بشكل رهيب. وده طبعا كعاده احمد الجندي، احسن مخرج اعمال كوميديه تقريبا حاليا. يعني كفايه على احمد الجندي اللي احنا نقول اللي هو مخرج مسلسل الكبير باجزائه كلها. فاحمد الجندي دايما عنده نوعيه الكوميديا اللي انت متاكد ان انت كده هتضحك، وكمان الافيه ما بتبقاش متوقعه، ودي بالنسبه لي بتبقى حاجه لذيذه جدا. عشان لو انت بتبقى متوقع الافيه او انا لما بكون متوقع الافيه بحس ان الموضوع بطيء، بحس ان انت كده رايح للافيه ده اللي انت متوقعه فما بتضحكش. بس هنا الافيهات دايما عفويه وتلقائيه بشكل رهيب، وهنتكلم عن الموضوع ده قدام بالذات في شخصيه رمضان حريقه. بس خلينا دلوقتي اقول ان اكتر حاجه عجباني من اول حلقتين او من اول رد فعل للحلقتين ان المسلسل بسرعه فتح المواضيع اللي احنا هنتكلم عليه او هيتكلم عنها في الاغلب في الحلقات اللي جايه. يعني وراك تطور العلاقه ما بين ساره وحسن، وراك الناحيه الثانيه ابراهيم والمشكله الصحيه اللي عنده، واللي عجبني جدا اللي هو اختار يتكلم عنها على خفيف برضه، مرضاش اللي هو ينكد عليك من دلوقتي عشان احنا لسه بنفتح المسلسل وايه عايزين نمشي واحده واحده، واللي انت كده متاكد اللي هيبقى فيه مشهد درامي في الاغلب هيعيطنا كلنا لماجد الكدواني قدام في الموضوع ده. فعجبني اللي الموضوع بقى ايه بادئها خفيف فتح لك كل المواضيع، حتى فتح الموضوع بتاع محمد شاهين ومشكلته مع غازي بشكل بسيط. فانت في اول حلقتين عرفت كده المسلسل ماشي على ايه ولكل شخصيه فيهم. لو هنتكلم عن الممثلين خلينا نبدا بماجد الكدواني، واللي عاجبني جدا ان المره دي الكوميديا مش جايه منه كتير بالذات في المشاهد مع عيلته. يعني الكوميديا مش هو اللي بيقول افيهات كتير، وده اللي عاجبني، اللي كل ممثل عامه مش بس ماجد الكدواني ملتزم جدا بالشخصيه بتاعته، ملتزم بالافيهات اللي لايقه على الشخصيه بتاعتهم وبالكاركترستكس بتاعتهم، ان كل واحد ليه بروفايل معين وليه اطار كده او شكل حياته معين هو اللي ممكن الافيهات تيجي منها. يعني مثلا ساعات بتبقى في اعمال كوميديه تحس ان الممثلين بيبقوا عايزين يعلوا، اللي هو احنا حد قال افيه فانا عايز اقول افيه اعلى، وساعات تلاقي ان الافيه خارج من سياق شخصيتهم مش الشخصيه اللي تقول الافيه ده. عكس المسلسل كل حد ملتزم بيهم ان الافيهات تبقى طالعه من الشخصيه مش من الممثل. يعني حتى لو الممثل في العادي ممكن يقول افيه، هنا هو بيفكر او بيشوف هل الشخصيه تليق عليها الافيه ده ولا لا. تاني حاجه نتكلم عنه هي رنا رئيس. عجبني ان الافيهات هي بتحاولش تقول افيه، لان رنا رئيس لسه لحد دلوقتي مش كوميديه او ما عملتش اعمال كوميديه كتيره تخليها اللي انت تبقى مستني ان الافيه هيجي منها. الافيهات اغلبها بتيجي من اللي هي اصلا مش فاهمه كلام ابراهيم وعيلته، وافيهات تانية بتيجي من اللي هي مستغربه من العيله دي بتعمله. فده في حد ذاته شيء عجبني جدا. واللي عجبني اكتر الكيمستري اللي بينها وبين ماجد الكدواني اللي موجوده بشكل رهيب جدا وحلو جدا جدا جدا. ويمكن اللي مساعد في ده خبره واحترافيه ماجد الكدواني اللي مخلي فيه علاقه بجد انت حاسسها علاقه اب بنته، علاقه بجد قويه جدا. وزي ما بقول في اغلب المسلسل الحياه كلها تلقائيه وعفويه جدا بحاجات بسيطه جدا من ماجد الكدواني تحسسك ان فعلا العلاقه دي علاقه اب ببنته، بالذات بالجزء المهم في شخصيتهم اللي هم كان بقالهم سنين او اغلب حياتها هي اصلا ما تعرفش بوجود باباها، فبتفضل الحته دي موجود او الجانب ده موجود دايما عند ماجد الكدواني وفي تفكيره، واللي معمول بشكل بيعجبني جدا بيخلي الموضوع دايما في حته دراميه. اللي احنا المسلسل برضو مش كله كوميدي، لان المسلسل هو فعلا زي اسمه هو موضوع عائلي، المسلسل عائلي اكتر من انه كوميدي صرف زي الكبير مثلا. نيجي لشخصيه طه دسوقي بدور حسن، اللي بيعجبني فكره اللي هو دايما تحسه مظلوم كده او دايما هم بيتريقوا عليه بشكل ما، بس في نفس الوقت ان الموضوع ما بياخدش جانب درامي، يعني الموضوع بيتاخد دايما بضحك. وكمان في مشاهد التصوير الافلام بتاعته اللي كان فيها معتز التوني، اللي بجد انا مبسوط جدا بالمشهد او ان معتز التوني طالع ضيف شرف. معرفش هل هيطلع تاني ولا لا، بس اتمنى اللي هو يطلع تاني لان بجد المشاهد كانت لذيذه جدا
وكمان كان احمد الجندي المخرج كان طالع معاه في المشاهد دي، والمشاهد كانت لذيذه جدا جدا جدا. فكره الكوميديا بتاعت الكليشيه بتاعت المخرج جابتني بشكل رهيب. نتكلم عن سما ابراهيم او زينب، اللي هي اصلا الشخصيه بتاعتها فكره اللي هي دايما دراما كوين او دايما بتعيط في اي حاجه. الموضوع ده لذيذ جدا، والانسرتات بتاعت اللي هي فجاه بتعيط في مواقف مش لايقه مهما اتكرر لذيذ جدا جدا جدا. انا عامه بحب سما ابراهيم في الكوميدي، يمكن بتعجبني اكتر من الدراما، رغم انها في الدراما كانت حلوه جدا وفي ما وراء الطبيعه كانت حلوه جدا جدا، بس بيعجبني انها بتيجي تعمل كوميدي بحس انها مش متوقعه. فاهم ان انا بيضحكني حد انا في العادي مش متوقع منه اللي هو هيضحكني. يعني انا في الجزء الاول اصلا لما كنت اول مره اشوفها بشكل كوميدي بجد كنت مستغربه جدا. انا شايفها في ما وراء الطبيعه شخصيه الاخت الكبيره، بس هنا لا، الموضوع بجد هي مضحكاني جدا جدا جدا. نيجي بقى لاخر حد وهو محمد رضوان بشخصيه رمضان حريقه. بجد الممثل ده رهيب رهيب رهيب. انا لما بقعد افكر هو كان مين تاني ممكن يعمل دوره، بجد ما مش لاقي حد. هو في كل حاجه فيه بجد مظبوطه، حتى نبره صوته اللي تحس فيها كده ايه، انعاره مش لايقه على شكله، حتى الموضوع بيضحكني جدا. المسلسل ده بجد هو معمول او الدور ده معمول عشان رمضان حريقه. يعني كل حاجة فيه بالنسبة لي هي مادة للضحك، أي حاجة هو بيقولها أو وجوده بس في المشهد بيضمن لي اللي أنا كده هضحك. وده ببساطة لأنه هو طول ما هو بيتكلم وكلامه كله تقريبا إفيهات، هو وشه ثابت، اللي هو انا بالنسبه لي مش بقول حاجه غريبه، مش بقول حاجه تضحك، فده في حد ذاته بيضحكني وبيخلي اي افيه منه يبقى تلقائي وانا مش متوقعه. لان هو حتى لو عمل فرشه الافيه انت مش بتحسها. في ناس تانية بتحس اللي هو بصوا يا جماعه كله يوسع لي عشان انا هخش دلوقتي اقول افيه، لا هو بكل بساطه بيرمي الافيه وانت بتبقى بتضحك. يعني مثلا تفصيله اللي هو على طول بيحب يبقى قاعد بالبوكسر دي، انا مش عارف مبدئيا مين اللي فكر فيها، بس اللذيذ جدا فيها اللي هي مهما اتكررت، اللي هي تقريبا خلاص هي بقت لازمه عند الكاركتر، مهما اتكررت انت برضو بتضحك او انا بضحك عليها كده كده. وبرضو مهما اتكررت ما بقاش متوقعه. يعني مثلا ما بقاش في دماغي اللي هو هنا المشهد ده هيقفل بكده، او اللي هو هيبقى فيه الاستخدام للازمه دي. الانسرتات بتاعتها دايما لذيذ جدا جدا جدا. ويمكن بالنسبه لي هو مش هقول محطوط عليه حمل، بس هو دايما تحس اللي هو شايل كده مسؤوليه ان الافيه العالي لازم يكون عنده، لان في الاغلب كل الافيهات بتاعته هي في اخر المشهد. حتى لو المشهد جد بتلاقيه في الاخر راح رمى افيه عشان يفكرك تاني ان اهدى، المسلسل ده كوميدي، احنا مش جايين ايه نعكن عليك، والمسلسل مش درامي، في خط درامي بس احنا في النهايه مسلسل كوميدي. وهتلاقي افيه عالي جدا قفل بيه المشهد من رمضان حريقه. واخر حد نتكلم عنه هو ظهور نور في الجزء الثاني، اللي شويه ادائها واللي هي الشخصيه المتوتره او اللي هي بتبقى مش متركز في الكلام اللي هي بتقوله، فكرني شويه بشخصيتها بظرف طارق. وانا عامه مبسوط اللي نور موجوده في المسلسل، لان نور بقالها كتير ما ظهرتش، ومبسوط جدا اللي نور رجعت تاني، واتمنى نشوفها في اعمال تانية كتير. وعامه يمكن ده المسلسل الوحيد اللي انا حابب يكون ليه اجزاء كتير. عاده فكره الاجزاء دي انا بحس لما بتطول ما بتبقاش لذيذه، بس مع احمد الجندي لا، زي ما انا عايز الكبير ينزل منه جزء سابع ويفضل ينزل منه اجزاء، انا برضه عايز المسلسل ده يفضل مطول. لان من الحاجات اللذيذه جدا في اعمال احمد الجندي ان هو ما بيعملش جزء تاني، ما بيعملش عمل تاني غير هو متاكد اللي هو عنده حاجه يقولها، اللي احنا بنعمل جزء عشان الموضوع ناجح ويلا بينا. يعني مثلا في الكبير قعد كتير قوي على ما عمل اخر جزء اللي نزل رمضان اللي فات، لما اتاكد اللي هو عندهم حاجه يقولوا احنا راجعين بيها، لان هو كان ريسك كبير وناس كتير كانت متخوفه منه، وانا كنت من الناس متخوفه منه ان يبقى الرجوع لفكره الرجوع، بس لا، هو عمل مسلسل كسر الدنيا. فاتمنى ان موضوع عائلي كمان يكون فيه مساحه اللي هو يتعمل منه اجزاء كتير. ففي الاخر مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني شكله حاجه يعني بروميسنج جدا وهيبقى لذيذ جدا، ومبسوط ان المسلسل هيكمل معانا في بدايه السنه الجديده ان شاء الله، فتبقى حاجه حلوه كده ايه نبدا بيها السنه على خير باذن الله. فبس كل اللي حابب اقول لكم عليه انكم اتفرجوا على المسلسل ده، هتتبسطوا جدا جدا جدا. وكمان هو مسلسل عائلي ممكن تتفرج عليه مع عيلتك وهتقضوا وقت لذيذ جدا. بس لو انت شفت الجزء الاول محتاج تتفرج عليه عشان الجزء الثاني زي ما قلنا هو مكمل من الجزء الاول. وبس كده، ده كل اللي عندي لحلقه النهارده. ان شاء الله لما المسلسل يخلص نعمل حلقه مراجعه للمسلسل كله. في نهايه الحلقه يا ريت تعمل لايك وشير لو الحلقه عجبتك، عشان ده بيساعد الحلقه انها توصل اكتر. ولو لسه مش مشترك يا ريت تعمل سبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقات اول باول. والاهم من ده كله تسيب لي رايك تحت في الكومنتس، وستي سيف. سلام.